هنسمعك ونشوف انت جاي تشتغل ايه. انا ايجابولوجيست. جاي تشتغل ايه؟ جاي تشتغل ايه؟ انا هحل لكم كل مشاكلكم اول ما تيجوا تقعدوا معايا. دكتورة بيطرية. انا جاي اشتغل عندكم سفير. وهنعرف انت اخترت الشغلانه دي ليه. شكلي كيوت. وبعدين جو بارل فرونسي كوم لو بتيز اوازو. يا ليبي ان انا هغير حاجات كتير قوي يا استاذه. خلينا هنا بقى اظبط، خلينا اهندس. ماشي هندسه. صلاة النبي احسن. وما تفتكرش ان الكلام بس كفايه عشان تشتغل، احنا اللي هنقرر اذا كانت الشغلانه تنفعك ولا لا. بعد كل ده خدتوا افكاري. هو انا كده اترفدت؟ تشوفي ايه؟ انا مؤهل. وشايف نفسك تقدر تسد في الشغلانه دي؟ وهنسمع وهنعرف مين جاي يشتغل ايه النهارده مع همسة امام على الراديو 90. نيلي كريم جايه تشتغلي ايه النهارده؟ والله انا عماله افكر، انا قررت اشتغل. انا مش هشتغل يعني على قد ايه، هعمل جمعيه لو نسميها شغل برضو. النهي عن القبح في المدينه. النهي عن القبح في المدينه، يعني انت هتبقي النهارده واقفه طول النهار لاي حد بيعمل اي حاجه غلط هتمنعي انه يعملها ايا كانت. اي قبح، اي يعني انا بصراحه في عمارات مضايقاني، شوارع مضايقاني، لبس الناس مضايقني، اسطح العمارات مضايقاني، يعني ده بالتحديد. فعايزين ننهي كل الكلام ده. هتسيطري ازاي وهتعملي ايه؟ اول حاجه حدي كل عماره مش عامله الدهان ولا الشبابيك نفس لون العماره هياخدوا غرامه، ولو ما دفعوش الغرامه برضو هيضطروا يعملوها. طب ولو ما عملوش اللي انت عايزاه هتعملي فيه ايه؟ هتبقى في سجن مثلا؟ هوديهم سجن الناس حتى لو راجل. كان فيها حاجه كده من بتاع بتقولها عزيزه عندنا في سلوى خطاب في المسلسل بتاع سجن الناس. والله عزيزه كلامك كله حكم، والله عزيزه كلامك كله حكم. انت دلوقتي شايفه انك انت هتبقي محتاجه موظفين تحت ايدك؟ اكيد. هتعمليهم ازاي؟ هعملها بكل ادب واخلاق. وهتختاريهم ازاي؟ حسب، هعمل انترفيو بقى وهقعد كل واحد بيفكر ازاي، ايه الافكار الجديده اللي هو يقدر يديها لنا في ان احنا نعمل البلد شكلها احلى. في مثل بيقولك دريس تو امبرس، يعني انت النهارده لازم تلبس كويس عشان تبهر اللي قدامك. فانت النهارده اكيد القبح بما انك انت بتتكلمي عنه لازم تشوفي اللي قدامك جاي يعمل انترفيو زي ما انا قاعده قدامك دلوقتي انا بعمل لك انترفيو، شايفه ان انت لابسه كويس جدا، فده يدل على انك انت شايفه زاويه كويسه من الجمال. هم هيبقوا نفس الطريقه برضو هتشوفيهم. انا هعمل لهم يونيفورم بامبا. ولاد وبنات. ولاد وبنات هيحبوكي قوي. ماليش دعوه. هعمل لهم بامبي عشان الحياه يبقى لونها بامبي. انا عايزه اعرف انت النهارده السي في بتاعتهم هتختاريها ازاي؟ هختار السي في بناء على افكارهم وابتكاراتهم، مش مهم الشهاده يعني. حتى لو طفل لسه في المدرسه اداني فكره حلوه هعملها، ليه لا يعني. طيب انت شايفه انك انت هتقدري تنجحي في الموضوع ده لوحدك ولا هيكون معاكي ناس كبار كوزارات تانية ممكن النهارده يساهموا معاكي؟ انا شايفه اللي هينجح معايا في الموضوع ده قوي الاطفال في المدارس. اشمعنى؟ علشان تبقى افكارهم دايما فريش وبيعملوا افكار مجنونه. انا بحب الاطفال، يعني انا بنتي ساعات باخد برايها مثلا وانا بلبس كده تقول لي لا يا مامي ده حلو ده وحش، بلاقي في عندها ذوق معين فاهمه. ف بيبقى اهم حاجه الكالرز، الالوان. لو قلنا اكتر صفه في نيلي كريم ممكن تكون عائق في تحقيق الحلم ده انك انت يعني تبقي مسؤول عن الوظيفه دي، هتبقى ايه؟ العائق لا هو مفيش، يمكن الناس اللي هننفذ عليهم الاحكام دي هم دول اللي هيبقوا العائق. صحاب العمارات يعني يمكن هم دول. هنعرف انت جاي تشتغل ايه النهارده مع همسة امام على الراديو 90. انت جاي تشتغل ايه النهارده على الراديو 90 مع همسة امام. ممكن نقول ان نيلي عصبيه شويه لان السي في بتاعتك قدامي، انا شايفه انك انت كمان عصبيه شويه. ساعات بتنرفز احيانا طبيعي. يعني ممكن تضربي؟ لا مش هضرب. بالبوكس مثلا ممكن. طب قولي لي يا نيلي، انت النهارده مثلا لو قلنا ده العائق الوحيد في شخصيتك انك انت تكوني نيرفس شويه او عصبيه شويه، طيب ايه اهم حاجه في شخصيه نيلي هتنجحها جدا في الوظيفه دي؟ صبوره وبعرف اقنع الناس. تالت حاجه انا بقول طول عمري مفيش حاجه مستحيله،
بحب الناس الحلوه وبحب الناس الرايقه اللي بتضحك على طول، ده بتقلي كفايه. وبحب الثقة على فكرة اللي عندك يا نيلي، وده هيخليكي عندك إصرار أكتر على تحقيق الحلم. طيب لو قلنا أنت شايفة بعد 5 سنين من دلوقتي نيلي هتكون فين في الوظيفة دي؟ هتبقي فين؟ لا ده انا هبقى هيطلبوني في بلاد تانية عشان اجمل لهم البلد. تبقي مالتي ناشونال. هبقى مالتي ناشونال طبعا، انترناشونال، واهم حاجه ان احنا اول حاجه صنع في مصر يعني. تحيا مصر. تحيا مصر. قولي لي يا نيلي، طيب انت دلوقتي راضية عن نفسك؟ في ايه؟ انك انت النهارده كمواطنة عادية قبل ما تاخدي الوظيفة دي ممكن تغيري حاجات حواليكي من غير ما تلجئي للوظيفة دي لو احنا النهارده ما اديناهالكيش؟ اكيد يعني، حتى لو ما خدتش الوظيفه دي حاجات انا بحاول اغيرها في الاماكن اللي انا بكون موجوده فيها. على حظي ان انا في الاماكن اللي بكون موجوده فيها هي كلها حلوه يعني. طب لو حد غيرك قدم للوظيفة دي وانا شفته ان هو ممكن يكون احسن منك في حاجات، هتقنعيني ازاي انك انت تاخديها؟ احسن مني في حاجات؟ يوريني، ما هي كل حاجه بالمقارنه. ما هو ايه التشالنج، ايه النهارده الرهان اللي انت ممكن انت تراهني عليه ان انت لو عنده هو الجزئيه دي مش هينجح قدك؟ علشان انا هبقى انترناشونال. ايوه، ايه الادج يعني؟ الادج الناس هي اللي هتحكم في الاخر. محبوبه ممكن مثلا عندك عماره وانا عماره، شوفي عمارتي هتبقى عامله ازاي. يعني انت من انصار ان انا اديكوا زي تيست صغير؟ طبعا، يعني كل حاجه بتتعرف بالمقارنه، ما تقدريش تعرفي حد وحش او حلو الا بالمقارنه. ممكن احنا الاثنين نطلع كويسين ونساعد بعضينا. ويمكن هو الاسيستنت بتاعك هو المساعد بتاعك مثلا. ليه لا، ليه لا. قولي لي انت في سؤال كنت عايزاني اساله لك وما سالتهولكيش؟ لا مش عارفه، قولي لي انت ايه السؤال اللي نفسك تساليه. يعني انت راضيه انت مستكينه خالص يا نيلي، مش مشاكسه خالص على فكره. لا في ايه؟ يعني في مثلا سؤال انت كنت متوقعه ان انا اساله لك وما سالتهولكيش؟ لا مش ما اعرفش. يعني مثلا هتشغلي ولادك معاكي انت مع المحسوبيات؟ والله لو هم موهوبين اشغلهم معايا وهيساعدوني، ليه لا. ومش هتخلي الحد التاني ده انه يبقى هو ممكن يبقى عنده اهليه اكتر من ولادك؟ والله لو كويس اشتغل معايا ومع ولادي، ايه المشكله يعني؟ انا على فكره مع ان كل الناس تنبسط. خلي الناس تبقى مبسوطه، صح؟ اهم حاجه. كله يدلع نفسه. كله يدلع نفسه. رمضان كريم يا نيلي، وكل سنه وانت طيب. عايزه تقولي حاجه لمستمعين راديو 90؟ عايزه اقول لهم يا ريت كل واحد فعلا يحافظ على نظافه عمارته، ونطلع السطوح مره كده في العمر. انا عارفه ناس كتير قوي ما طلعتش اكيد في السطوح بتاع العمارات، بس وانتي بتيجي مصر بالطياره بيبقى اول منظر بتشوف الاسطح عامله ازاي. لما بتروحي اوروبا تلاقيها خضرا بقى وعاملين جنينه وعاملين حاجات. بنتميز بالكراكيب. احنا بنتميز بالكراكيب يعني، يا ريتها بس جت على عشه الفراخ مثلا. لا ده احنا العفش القديم وتلفزيونات قديمه وازايز مرميه ما تفهملهاش، وبواقي بويا على اسمنت على شويه طوب، فاهمه اللي هو دايما بنحب نخزن. احنا شعب اللي بنخزن كل حاجه. حبه سيراميك كده مرمي من البلاط بتاع الحمام على اساس لما يبوظ هبقى احطه، فاهمه الحاجات دي كلها. وكراكيب تيتا وماما وبابا وكل الحاجات دي. فانا نفسي نعمل مسابقه احلى سطوح في مصر. ايه رايك؟ خلاص يبقى هو ده فعلا الرهان اللي احنا هنمشي عليه. ايه رايك؟ يا ريت. يلا. يلا بينا ندشن المسابقه دي. ندشن المسابقه دي. كل سنه وانت طيبه وسعيده جدا بلقائك. وانتي طيبه ومستمعينا كلهم بخير وطيبين، ويا رب تكونوا ضحكتوا معانا الدقيقتين دول يعني. هنسمعك ونشوف انت جاي تشتغل ايه. انا ايجابولوجيست. جاي تشتغل ايه؟ جاي تشتغل ايه؟ انا هحل لكم كل مشاكلكم اول ما تيجوا تقعدوا معايا. دكتوره بيطريه. انا جاي اشتغل عندكم سفير. وهنعرف انت اخترت الشغلانه دي ليه. شكلي كيوت. وبعدين جو بارل فرونسي كوم لو بتيز اوازو. يا ليبي ان انا هغير حاجات كتير قوي يا استاذه. خليني انا بقى اظبط، خلينا اهندس. ماشي هندسه. صلاة النبي احسن. وما تفتكرش ان الكلام بس كفايه عشان تشتغل. احنا اللي هنقرر اذا كانت الشغلانه تنفعك ولا لا. بعد كل ده خدتوا افكاري. هو انا كده اترفدت؟ تشوفي ايه؟ انا مؤهل. شايف نفسك تقدر تسد في الشغلانه دي؟ وهنسمع وهنعرف مين جاي يشتغل ايه النهارده مع همسة امام على الراديو 90.